الواحد مؤخرا كده بقى يبص حواليه، بقى يلاقي ان نسبة الناس اللي بتطلق او بتنفصل بقت زايدة جدا. يعني زمان كده اعتقد من حوالي 20 25 سنة كان الموضوع ده من العيب والمستحيلات انه يحصل، يعني حتى لو حصل فبيحصل في الخفاء وفي السر، مش في العلن كده انه عادي. هو عادي، بس كان المجتمع بيرفض موضوع الطلاق ده. دلوقتي انت في الأسرة الواحدة لازم تلاقي حد أو اتنين تسمع ان هما انفصلوا او ان هما اتطلقوا او ان هما يعني ما توفقوش مع بعض، ان كان بقى خطوبة ان كان جواز، باختلاف، ولكن بقى الموضوع منتشر وعادي جدا. آم، مشكلة ان الناس محطوطة في قالب اجتماعي ما بتعرفش تخرج براه. ان هو توصل لسن معين، لا انت لازم تتجوز، لا انت لازم تتجوزي، لا البرستيج، لا المظهر الاجتماعي، لا ما ينفعش اخواتك، لا ما ينفعش ولاد خالتك، ولاد عمتك، ولاد معرفش مين حواليكي متجوزين وانتي قاعدة. لا عايزين نفرح بيكي، عايزين نشوف عيالك، عايزين نفرح بيك، ولادك انت كبرت، لا انت بطل بقى ان انت تعيش لنفسك ولازم تراضينا، ولازم ولازم ولازم. او ايا كان الاسباب، ده جزء حاجة كده صغيرة من الاسباب اللي بتضغط على الناس بيها ان هي ايه، ترتبط وان هي تتجوز. ف فالحقيقة إن الناس أيا كانت أسبابها في موضوع الزواج ده، فهي بتنسى السبب الرئيسي للزواج، اللي هو السكن والمودة والرحمة، وإن الحاجة دي بتبقى على اللونج ران واللونج تيرم زي ما بيقولوا، مستمرية، ما هياش ليوم أو يومين أو شهر أو شهرين وخلاص، لا ده بيبقى شركة العمر زي ما بيقولوا. آه، فالناس ما بتبقاش فاهمة ده. ايا كان بقى الجواز لمصلحة وانه يكبر البيزنس بتاع العيلة، او مصلحة شخصية، او مظهر اجتماعي، او زهق او ملل او ضغط من جهة معينة في موضوع الزواج، ولكن ان هو يتجوز علشان الهدف الأسمى إن هو يبقى قاعد في محيط مريح، معاه حد مونسه، معاه حد متفاهم معاه، معاه حد مستريح معاه حد يكمل معاه مشوار الحياة. ده بيبقى قليل قوي اللي بيفكر بالطريقة دي. فبتلاقي الناس بتبقى مختلفة ثقافيا ومختلفة اجتماعيا ومختلفة ماديا في كل حاجة، وبيتجوزوا علشان المظهر وعلشان الشكل الاجتماعي. الناس ساعات الجواز بتيجي تتفق على كل الحاجات المادية، تمام، بس ما بيتفقوش على اهم حاجة، دور كل واحد فيهم في المؤسسة دي او الشركة دي ايه، مين هيعمل ايه ودوره. ولان المواضيع ما بتبقاش واضحة، ولان المواضيع ملهاش اساس قوي، فمع اول هزة او مع اول زلزلة بسيطة كده تلاقي ايه، هوب، الدنيا وقعت. وده اللي بيسبب المشاكل، لان مفيش اساس، الدنيا مش واضحة، الدنيا مش معروفة، وكل واحد بيتمسك بقى بالجزء الخاص بيه اللي هو عايز يطبقه وعايز ينفذه على حساب الاخرين، بقى على حساب اللي معاه ايا كان. فبيبقى سهل جدا ساعتها الانفصال، لان الموضوع مش مبني صح. تعرف لو الواحد من الأول كده قعد ورتب وشاف ده ينفع ده ما ينفعش، ده فيه توافق، إن كان التوافق
اجتماعي، إن كان التوافق مادي، وإن كان التوافق فكري وثقافي، الناس هتستريح. بس للأسف لأ، الفرح يتعمل فين، البدلة منين، الفستان فين، الشهر العسل ولا أسبوع العسل هيتقضى فين، الشقة فين وبكام، والشبكة بكام، والحاجات دي. إنما هنعيش ازاي، هنجيب كام طفل إن شاء الله لو ربنا أذن، عايزين نعمل ايه في حياتنا، هتشتغل ايه ولا هتقعد في البيت، هيشتغل ايه، هيحسن من نفسه ولا هيفضل زي ما هو في شغلانته. الحاجات دي الناس ما بتتكلمش فيها. مين هيدفع ايه، مين عليه ايه، ولا هو هيشيل الشيلة كلها وهي لا. يعني محدش بيتفق على الحاجات دي خالص، وده اللي بيودي الدنيا في داهية في حتة. علشان كده من وجهة نظري يعني المتواضعة البسيطة، ومن واقع خبرة في الدنيا وفي الحياة، الاتفاق. الاتفاق في كل حاجة بيريح الأطراف كلها والله. وشكرا.